ده حمزة عبد الكريم، مواليد 1 يناير 2008 في القاهرة، طوله متر 82 سم، كانوا مسمينه هالاند المصري لما كان بيلعب في أكاديمية الأهلي سنة 2020. مركزه مهاجم. في فبراير 2025 نزل مع الفريق الأول وبقى أصغر لاعب يلعب للفريق الأول في النادي الأهلي في القرن ال21. احفظ المعلومة دي كويس عشان هنرجع لها. في كأس العالم تحت 17 سنة سجل، ولما راح لشباب برشلونة سجل 6 أهداف في 8 ماتشات منهم هاتريك، وساعد الفريق في انه يوصل لنهائي كاس اسبانيا للشباب. طبعا برشلونه لما لقت كده قرروا ان هم يفعلوا بند الشراء من النادي الاهلي يوم 10 يونيو اللي فات ده. الصفقه كانت عباره عن مليون ونص يورو على دفعتين و15% حوافز، والنادي الاهلي ليه نسبه من اي عمليه بيع جاي كده. حمزه عبد الكريم يبقى اول مصري في تاريخ نادي برشلونه كله، انت متخيل؟ والنهارده هو اصغر لاعب مصري في تاريخ كاس العالم. الرقم ده على فكره كان مع حد تاني وهو خده مني، استنى للاخر عشان تعرف مين. الحقيقه قصه حمزه عبد الكريم الهمتني مش عشان بس هو موهوب وعشان راح نادي برشلونه، لا، الموضوع خلاني ادور ورا سر موهبه حمزه عبد الكريم وسر نجاحه مع برشلونه لحد دلوقتي. حمزه عبد الكريم وقبله عمر مرموش ما كانوش مجرد لاعبين كوره بس، ولكن برضه كانوا مهتمين بدراستهم ومستمرين فيها. الاثنين اتخرجوا من مدرسه واحده، AIS، المدرسه الامريكيه الدوليه في مصر. طبعا مدرسه عاليه جدا. حمزه لسه متخرج من كام يوم من دفعه 2026، ويوم تخرجه كان في معسكر المنتخب عشان كاس العالم، وبعت رساله للمدرسه بتاعته ولزمايله في المدرسه عشان يهنيهم بتخرجهم. اللي انا باصص له من قصه نجاح حمزه هي الصوره الاكبر. حمزه عبد الكريم متخرج من مدرسه انترناشونال تعليم محترم، وقبله عمر مرموش متخرج من نفس المدرسه نفس التعليم المحترم. نجاحهم في اوروبا وبالاخص في اوروبا ما كانش مبني بس على الموهبه. فلو انت موهوب في الكوره تسال نفسك كويس قوي، هل انا بستثمر في الكوره بس ولا بستثمر في نفسي بشكل عام؟ وفي الكام ثانيه الجايين هكلمك على الحاجات المهمه اللي لازم تبقى مع الموهبه عشان تقدر توصل الموهبه دي للعالم وما تقتلش موهبتك بايدك. مصر مليانه مواهب وخصوصا في الكوره، وكلنا بنسال نفسنا ليه ناس بتوصل تبقى محترفين وليه ناس موهبتهم بتدفن يمكن اخرهم في ملعب الخماسي اللي بيروحوه. اكيد الفرق هنا مش مجرد الموهبه، الفرق هنا كمان في العقليه. الموهبه دي بتاعت ربنا ملناش يد فيها، ولكن اللي لينا يد فيه هو الانضباط، الصبر، انك تتعلم لغه، انك تعرف تتكلم وتفهم اللي قدامك، تعرف تعيش لوحدك. كل ده بيتبني من التعليم المحترم والالتزام فيه. احمد حسام ميدو لما اتسال عن مرموش قال انه عقليه محترف حقيقي، وده اللي ساعده ان هو يوصل بسرعه. ومرموش نفسه لما اتسال قال ان هو من غير التدريب الحقيقي والعقليه والانضباط ما كانش هيوصل للربع اللي هو فيه. تفصيله صغيره مش معروفه لناس كتير في صفقه حمزه مع برشلونه هو ان حمزه قعد مع الفريق الخاص ببرشلونه لوحده بيتكلم معاهم بالانجليزي من غير مترجم. ولو انت مستغرب وشايف ان دي حاجه عاديه، لا، هي مش عاديه خالص. بص على لعيبه الكوره المحترفين اللي زي اللي طلعوا اوروبا، ما كانش حد بيعمل كده او قليل اللي كان بيعمل كده. وده بيفرق كتير جدا في صفقه زي دي مع نادي كبير زي برشلونه. حمزه اول ما راح برشلونه ايد نفسه ان هو يدرس اداره اعمال جنب كره القدم. يعني واحد محترف خلاص راح برشلونه وكان قبلها في الاهلي، خلاص بيلعب كوره بس، هو دي شغلته وهو ده اللي هيعمله طول حياته. ولكن هو ما فكرش كده، هو برضه فكر ان هو يدرس ويطور من نفسه طول الوقت. صدقني ده بيبان يا صديقي، ده بيبان من تعامل اللاعب، من تعامل الشخص مع الناس اللي موجوده في اداره النادي، مع الكوتش بتاعه. برشلونه نفسهم لما اتسالوا عن حمزه قالوا ان هو بيتطور مهنيا وتكتيكيا وعقليا، والكلام ده ما بيجيش من خلال التدريب بس او من خلال الملعب بس. مرموش عاش في كندا من هو عنده 6 سنين، كان بيتكلم انجليزي زي لغته الاولى بالظبط اللي هي العربي. واول ما راح المانيا وهو عنده 18 سنه، بالمناسبه نفس سن حمزه لما راح برشلونه، بعد اسبوع بس من وجوده في المانيا بدا يتعلم الماني. ده مش لاعب بيدور بس على مجهوده في الملعب وعلى موهبته، ده لاعب بيدور ازاي يبني عقليه، والعقليه دي هي اللي بتخليه يكمل ويكبر. دلوقتي هحكي لك عن موهبتين ضخمين راحوا اوروبا ورجعوا عشان تتعلم ان الموهبه لوحدها مش كفايه، وان الباقي انت لازم تشتغل عليه وتحطه في عين الاعتبار كويس جدا عشان تقدر تكمل. فاكر رقم اصغر لاعب الاهلي اللي حمزه كسره؟ ده كان رقم رمضان صبحي. ورقم اصغر لاعب في تاريخ كاس العالم برضه كان رقم رمضان صبحي 2018. حمزه كسر رقمين لنفس اللاعب، مش عشان رمضان صبحي اقل من حمزه موهبه. في ناس تقعد معاه لحد دلوقتي تقول لك رمضان صبحي كان موهوب زي ابو تريكه. رمضان صبحي راح ستوك سيتي ب 5 مليون جنيه وهو عنده 19 سنه، وبقى اصغر مصري يسجل في تاريخ البريمير ليج. موهبته كانت كبيره، ولكن ايه اللي حصل؟ ستوك سيتي بنفسهم قالوا ان هو محتاج على الاقل سنه عشان يتاقلم. لما نادي يقول على لعيب عايز يتاقلم، ما بيبقاش مجرد ان هو يتاقلم على المكان الجديد والعيشه الجديده، يبقى لازم يتاقلم كمان على التعامل مع الزملاء والتعامل مع النادي ومع الاداره ومع الكوتش. كل ده بيندرج تحت بند التاقلم. لو قلنا ان رمضان صبحي كان عنده نفس ليفل التعليم ونفس اللغه بتاعه مرموش وحمزه، انا متاكد ان النتيجه كانت هتبقى مختلفه تماما، وكانت مسيره رمضان صبحي هتتغير بالكامل.
امام عاشور لما راح ميتلاند سجل في اول ماتش في الدوري ليهم، بس بعدها للاسف من حظه السيء اتصاب والمدرب اتغير وقلل عدد دقائق اللعب بتاعته. من تصريحات امام عاشور نفسه ان هو ما قدرش يتاقلم على العيشه في الدنمارك، اللغه كانت عائق والمعيشه هناك بسبب الثلج والسقعه كانت صعبه جدا عليه، وده كان سبب قرار رجوعه لمصر. رجوعه للاهلي ما كانش فشل، لحد النهارده امام عاشور لاعب مهم جدا من لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، بس العقليه والتاقلم بيفرقوا بشكل كبير، وكان ممكن امام عاشور يبقى في حته تانية لو كان اتاقلم على الوضع اللي كان عايش فيه في الدنمارك وطور من نفسه. فانت لو موهوب في الكوره وشايف نفسك عندك مستقبل فيها، او انت اب او ام عندكم ابن بتحلموا تشوفوه لاعب كوره كبير، الدقيقه الجايه دي ليكم. الموهبه ممكن توصلك او توصل ابنك لابواب اوروبا او ابواب نوادي كبيره، ولكن العقليه والانضباط، تعليم، تاقلم، هو ده اللي بيخليك تستمر وتكبر اكتر وتطور من موهبتك. والحاجات دي لازم تتعلمها من وانت صغير، ما ينفعش تيجي فجاه كده بعد ما انت في نص مسيرتك وتحاول انك انت تتعلم. ممكن تمشي معاك، ولكن اللي جاهز هو اللي بياخد مكانه على طول. المكان مش بيستنى حد ومش هيستناك لما تجهز، والفرصه لما بتيجي مش هتستناك عشان تبقى على مقاسك، انت اللي لازم تكون متاقلم عليها وانت اللي تظبط نفسك عليها. الوعي ده بقى موجود في مصر، وحاليا التعليم في مصر بقى احسن وافضل، والاهالي بقت مهتمه بتعليم ابنائها بشكل افضل. ولكن اللي بيزعل ان في ناس كتير قوي انا بشوفها شخصيا شايفه ان التعليم ده مجرد حاجه على الهامش وملهوش اي لازمه، وان انا بعقلي وبدماغي، انا بمجرد موهبتي وبعقلي وبتفكيري انا هقدر اوصل، من غير ما ادعم الموهبه والعقليه دي بتعليم صح يفتح لي مخي ويخليني اخد بالي وعلى درايه بكل شيء حواليا. كتير قوي دلوقتي هيكون بيتفرج عليا وبيقول الكلام ده اي كلام والتعليم ملوش اي لازمه، ولكن يا صديقي اللي بيني وبينك النتائج واللي بيوصل قدامنا وكلنا شايفينه، والسوشيال ميديا بقت بتورينا كل حاجه. بنشوف امثله ملهاش اي لازمه وكبرت، وده رزقهم، ربنا بعت لهم رزقهم عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق انهم اتشهروا. ولكن ركز كويس وشوف الاستمراريه، مين فيهم بيوصل، مين فيهم بيكمل للاخر. ممكن يتشهر شويه ويجي في افراح ويجي في برامج وياخد شويه فلوس، ولكن مين اللي بيكمل ويوصل ويبقى فعلا موهوب ومشهور؟ ده اللي عنده عقليه النمو وعقليه ان هو يكبر، وده زي ما قلت لك ما بيجيش من فراغ. لو وصلت لحد هنا في الفيديو يا صديقي، فنصيحتي ليك انك تتعلم زي ما بتتمرن وبتلعب على موهبتك بالظبط. اتعلم ازاي تتواصل، اتعلم ازاي تتكلم، اتعلم لغه. كل ده هيدعم موهبتك صدقني، وهيوصلك مش هيعطلك. ونصيحتي للاهالي اللي عندها ابن في البيت، تخلي بالها من تعليمه زي ما بتخلي بالها من موهبته. طبعا انا عارف الاهالي في مصر كده كده مهتمه بالتعليم جدا جدا جدا، لدرجه ان هم ممكن يهملوا الموهبه، ولكن لو لقيت ابنك عنده موهبه وفعلا يقدر يتطور منها ويقدر يوصل بيها، لازم تدعم الموهبه دي وتخليك وراه وتقف جنبه، زي ما بتدعمه في التعليم لازم تدعمه في موهبته. وفي النهايه كلنا بنتمنى التوفيق لابننا حمزه عبد الكريم، لعمر مرموش، وكل منتخب مصر في كاس العالم. واتمنى بقى ان هم يطلعوا لي في البوم كاس العالم. اشوفكم في الحلقات الجايه، يا ريت تدعمني بلايك وفولو وشير عشان تشوف اي جديد بنزله. سلام.